بس سيبنا دقيقه واحده بس لحته سموحه. التعادل النهارده زي ما قلت لك، تعادل 0-0 سموحه رسميا زي ما قلت لك في في 5 مباريات على ما اعتقد عمل 6 نقاط، 3 منهم من النادي الاهلي و3 يعني عنده 6 نقاط، 3 من النادي الاهلي والثلاثه الباقيين من تعادلات. ما معناها من يفوز على النادي الاهلي اكنه فاز بالدوري. ده في رايي الشخصي. يعني مباراه الاهلي والزمالك لها دافع تاني خالص، لها حافز تاني خالص. بطوله في حد ذاتها لما نطلع نتكلم نقول احنا والمنافسه وغيره وغيره والكلام من ده، اعتقد ان ده يبقى شيء صعب جدا. لازم الواحد يقدر الظروف او يحط سموحه 6 من 5 الان، ما 5 مباريات 3 تعادلات، فوز 1 خساره 1. ما هي الفوز على الاهلي ب3 نقاط، يعني 3 اهداف عليه 3 اهداف. يعني برضو محتاجه اعاده تقييم واعاده نظر، بس ما زال عنده امل يعني كبير جدا. 6 نقاط بتتكلم، بس انا بكلمك على ان انت لاعب 5 مباريات، بكلمك انت لاعب 5 مباريات ب6 نقاط، وال6 نقاط منهم 3 فوز على النادي الاهلي. ما معناه ان مباراه النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي كمان نفس الموضوع مختلف عن كل مباريات الدوري. دليل على هذا ان سموحه كسب النادي الاهلي باداء اكثر من رائع، اداء ممتاز ممتاز جدا على المستوى التكتيكي والخططي والفني، كان اكثر من ممتاز. جه في المباراه اللي بعديها تعادل الاسبوع الماضي مع انبي، هو نادي قوي، والتعادل مع الجونه، الاثنين فرق كويسين. بس فاعتقاد ان سموحه بعد الفوز على النادي الاهلي والمستوى الرائع اللي شفناه والامكانيات الفنيه اللي موجوده ومجموعه اللعيبه والناحيه الخططيه بتغيير لعيب زي ما قلت هاني سعيد يلعب كاليبرو، يجي بعد كده التعادل مع انبي. لا تقليل من انبي، ولكن انا في رايي ان سموحه اعلى بكتير من الوضع اللي هو فيه. نعم، حول هذه النتيجه كابتن علاء، تعادل سموحه مع الجونه اليوم، والجونه اللي خسر الاسبوع اللي فات في الملعب امام وادي دجله. انا لسه بقول يعني هو تحس النتيجه يعني مش مناسبه للفرقتين. اذا كان كابتن خالد كمان على سموحه بامكانياتها باللعيبه بكده، اعتقد ان كمان الجونه لحد الان ما فيش مكسب. اعتقد نتيجه مش